guys and welcome to new video. كلكم تعرفوا انه تحدد يعني امتى صار رمضان. احنا عنا بسوريا الخميس، فباقي الدول بكره الاربعاء. مين؟ الامارات، السعوديه. رمضان مبارك عليكم كلكم، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. فيديو راح يكون عباره عن للبنوتات، راح ننظم كل اشي من الالف للياء عن رمضان. يعني هذا الفيديو انا المفروض نزله قبل رمضان، اوكي، بس انا هلا لفطنت اني صوره، فلك اعذروني جدا جدا. اوكي يا اخوان، شكلي بعرفش ساعة من دقت لايك من دقت لايك والاشتراك. يلا خلينا رمضان اكيد بدنا ننظم بين الدراسة، بدنا ننظم بين الشغل مثلا، بدنا ننظم بين العبادة، الدراسة، المدرسة والى اخره. فهذا الاشي كتير طويل عليكم، اي نو كتير رح يكون صعب عليكم، بس الله رح يعينكم وبالنهاية جزاكم. اول شي انا رح ابلش على مواعيدي. انا رح اعطيكم جدول اللي انا رح اعمله لحالي، وانتو اعملوا نفسه نسخ لصق، بس غيروا المواعيد. طبعا بلش على الساعة 8 الصبح. 8 الصبح انا لازم اكون بالمدرسة، لازم اكون بالصف. الساعة 12 و10 قاموا من الحصتين الاخرين، هن الحصة 40 دقيقة صارت 35 دقيقة. اول اشي بدنا نشوف ايمت بدنا ننام. 10 ونص 11. اوكي انا بفضل وقت النوم يكون الساعة 11 بس، لا تكتروا لا كذا. اوكي من في 4 ونص يا اما من في 5، بس انا بفضل انه 4 ونص مشان نلحق. من 4 ونص لل5 يعني نص ساعة دراسة مراجعة، حتى لو اشي بسيط، المهم تكونوا عم. من 5 بتبلشوا بتحضروا السحور والى اخره. هاي الامور انا ما رح كتير فوت. تشربوا مي كتير مشان يعني ما تكونوا عطشانين على مدى النهار، وكله تمر والى اخره. هاي الامور كثير. انتوا بتاكلوا ملح لانه الملح رح يعطشكم. خلصنا سحور، صلينا وعملنا كل اشي وقرأنا قرآن. هلا اذا بدك تختموا القرآن في هاي الصورة بتورجيكم قديش بدكم تختموا والى اخره. هاي القصص ماشي فيكم خيار، يا اما تضلوا نايمين، يعني مثلا قولوا انه انتوا خلصتوا 6، خلصتوا كل شيء، سحور وصلاة يا اخي قولوا 6 ونص، 6 وربع، عفوا 6 وربع. يا معكم خيار تضلوا لل7 او للوقت اللي انتوا بتداوموا فيه، واللي هو انا معي خيار ضل لل7، ومن ال7 بلشت تجهزوا حركات وهدول، يا اما تناموا. ماشي. هلا انا بالنسبه لي ما راح احسن انام، يعني حتى لو بدي انام قديش بدي انام؟ نص ساعه، ما راح احس انه مني ادرس فيهم، مش ساعتين على المزبوط، لانه لسه بدي البس وحركات، مش ساعتين على المزبوط، لا عذرا قريب الساعه فيكم تدرسوا فيها. هاي الساعه فيكم تدرسوا فيها. تمام. مثلا نفترض انه نحن خلصنا 12 وربع، 12 ونص انا كنت بالبيت. بتناموا ساعه ونص فقط. في معكم اول نقطة انكم تدرسوا، اوكي؟ هذا اللي بيحسنوا يدرسوا هم وصايمين، اللي بيستوعبوا هم ندرس ساعة ونص او ساعة بس، لانه لسه نحن عم نقسم اول باول. اوكي نقوم بنساعد الماما بالمطبخ. اذا ما بتساعدوها يا اخوان رح ازعل منكم. اوكي بتصلوا صلواتكم يعني بكل اوقاتها. اوكي هلا ممكن انه لما ترجعوا من المدرسه ما تلاحقوا تصلوا الظهر، بس والله ما بعرف امتى بيأذن عندكم. انا بتوقع بيأذن نحن بيأذن شي الساعه، يعني اول ما نطلع بكون مؤذن، لا بيأذن الساعه 1. اهم شيء شو يضل معكم بايدكم؟ شو كان اسمها؟ عداده. يا عداده يا مسبحه، بس انه اكيد مش رح تحملوا مسبحه انتم بنص الطريق. عداده. اوكي قلت هيك خلصنا خلصنا. صار وقت الفطور. اول 10 دقايق هن يعني خلص، اذا ما عملتي فيهم شي يعني قبل 10 دقايق ما يأذن هم ساعة الاستجابة. نحن عنا بنطلع ندعي على البرندة. ما بعرف شو هالربط العجيب اللي عنا، بس صلوا بتقرأوا قرآن يعني بهدول ال10 دقايق بتدعوا كتير بتدعوا. لانه يعني صراحه انا ما عم بقول لكم انه ما تدعوا طول النهار وتدعوا بس. فطرنا وصياما مقبولا وافطارا شهيا وقت المسلسلات. نحن عنا بسوريا في مليون مسلسل نازل جديد، وما رح نعرف كيف بدنا نحضرهم كلهم. اكيد ما رح نحضرهم كلهم، في كم من مسلسل مستثنينه انه نحن نحضره. بعد الفطور تدوا لي ساعه، طبوا لي ساعه هيك ادرسوا فيها.
وخلص تكونوا هيك درستوا 3-4 جلسات، 3 جلسات دراسة بالنهار، 4 جلسات والله ما بعرف، هيك بتكونوا درستوا مشان ما تلاقوا عذر انه كذا وكذا وكذا. انا قسمت لكم اياها لفترات، في ناس ما بتحسن تقعد 5 ساعات هي وصايمة من الروتين اليومي. هلا رح اعطيكم اكمل نصيحة بشكل عام. هلا جينا لفقرة هيك اشياء على الخفيف. رح نبلش بالبشرة. طبعا مش يعني انه اجى رمضان خلص بنهمل وجهنا بنهمل شكلنا، جاي العيد بعده يا روحي يا عيوني، جاي العيد بعده. اهلا رمضان قولوا معنا. المهم بدنا نعمل سكين كير كتير حلو كتير منيح، غسول ومرطب فقط 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 فقط. اوكي. هلا في ناس ما بتحط ميك اب برمضان او بتحاول تخف، ما عليكم تحطوا ميك اب برمضان، ستيل فينا نعمل كتير ميك اب خفيف وما يبين انه احنا حاطين ميك اب. رح لكم شو هو الميك اب. مرطب واقي شمس، هدول خلصنا الوجه. اوكي ما راح نحط لا كونسيلر ولا اشي. اوكي من نثبت حواجبنا هيك مسكرة شفافة ومرطب شفايف. خلص بدكم خدود زهر ها خالص هيك طلعنا بميك اب رباني. يعني انا هذا ما بيعتبر ميك اب، هذا ما بيعتبر ميك اب لانه انت ما عم تحطي اشي، عم تحطي واقي شمس مرطب بنثبت الحواجب، يعني ما في اشي بيفتن. اوكي بدي اقولكم عليه انه برمضان اعتنوا بشعركم. اوكي جيبوا سدر، جيبوا مشاط، حطوا زيوت، طلوا. انا شعري بعد ما وقفت عن الحراره بدوي هلا مزيت، بس بعد ما وقفت عن الحراره كان كثير رجع احلى. اوكي طبعا لا يخلو من جمعة الاصدقاء بالمدرسة والنميمة. شو مشان بدنا نوقف نميمة، بدنا نوقف غيبة، بدنا نوقف شتائم. هذا الحكي ليك وهو بيكون صعب، بس ليك انتوا حاولوا لا تحكوا على حدا وخلص تلقائيا لحالكم ما بتقعدوا لا تسبوا ولا بتحكوا على حدا ولا بتنموا ولا بتغيبوا، هاي الحركات كلها. بس يا اما لا تجتمعوا مع صحباتكم اللي بدقوا نميمة. كمان بالله ما اشتقتوا لي عن طريقتي هاي اللي بقدم فيها المعلومة انه فلايك يعني كتير اشتقت فيكم تزينوا. طبعا انا ما راح ازين اوضه القعده، جبنا شرطان وجبنا حركات، فكتير هذا الاشي بيخليكم تحبوا رمضان يا اخوان. هو يعني لا تفهموا قصدي غلط، بس بيخليكم تتحمسوا لرمضان. وما في صيام بدون صلاه، لا تطلعي فيني لا هيك لا يسار ولا يمين، ما في صلاه ما في صيام. كمان ما تهملوا الرياضه لانها كتير مهمه. فيا يفضل انكم تعملوا رياضة خفيفة، حتى لو تمدد، حتى لو مشي قبل الفطور بساعة او نص ساعة مثل ما بدكم، بس انا بفضل قبل بساعة مشان تلحقوا على باقي الاشياء مثل العبادة ومثل الى اخره. تمام. وما تخلوا القرآن انه هو بس هيك كتاب عم تقرأيه، لا ابدا لا تفكروا هذا التفكير. اوكي خلص مقطع اليوم، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا لايك والاشتراك وبس. بشوفكم فيديو جديد. باي.